إذا نقول شعنينة مباركة للأخوة المسيحيين، شعنينة مباركة للجميع، العالم العربي راح يقول لك شو يعني شعنينة؟ الله، شوف، لأول مرة في سوريا لم يتم معايدة الأخوة المسيحيين بشكل رسمي من الدولة أو بالكنائس أو شيء، بل حاربوهم بشتى الوسائل من عشرات آلاف السنين. في هذا العصر الآن بني أمية ما في معايدات للمسيحية، أول حقبة في سوريا الآن لا معايدات بكل أعياد الأخوة المسيحيين. والعالم العربي اليوم أنا أقول لهم وناشدهم، يعني أين حقوق المسيحي الشريف؟ مواطن شريف، ما جاب استعمارات، ما تآمر، ما عمل مجموعات هنا وفلتان، لا ما سوى شيء، رائع جدا، مواطن شريف المسيحي. وين حقوقه؟ ليش لما يصوم معاكم يصوم مثل الندى مثل الورد، ما حد يشعر انه صايم المسيحي؟ لا يطبل على القنوات والصحف والشوارع وتطبيل واحترم ديني، لا تاكل بالشارع، ممكن تاكل سندويشه برمضان واحد يهجم عليك ويسبك على السوشيال ميديا وبالشارع يقول لك احترم ديني. احترم دينك ايش؟ انا من باب اولى اكل واشرب، من باب اولى. يعني بدك ما تاكل وتصوم انت وربك. تشوفون الاديان الاخرى يفطرون احترم ديني شو هو سبك شتمك قاعد ياكل شيء عادي. فما ادري صراحه، انت اذا مزعوج من واحد يفطر برمضان معناته انت تعتبر الصيام عقوبه لك طبعا. فالمسيح يصوم معك ما نشعر فيه، الدوله تهتم بطائفه على حساب طائفه اخرى، هذا شيء. الشيء الثاني الاعياد، يعني انت يا حمودي وعموري وعبوسي تعيدون طوني، الو طوني شلونك؟ زين، كل عام وانت بخير، اعيدك بعيد الفطر والاضحى. طيب ليش ما تعيدوا بعيده هو؟ شعنينة مباركه، عيد فصح، عيد كذا، لا. المسيح قام حقا قام، لا، يقول لك لا. ليش ما تعايدوا بعيده هو؟ شلون تعايدوا بعيد الاضحى والفطر؟ يعني معقول يعني انت تفرض عليه هذا الشيء؟ روح عايدوا لما المناسبه له هو، ما انت معترف فيه ولا بطقوسه. ليش؟ ما ادري. مواطن شريف مهضوم حقه المسيحي. اين حقوق المسيحيه في الاعلام؟ أين حقوق المسيحية في الشوارع، في الطقوس الدينية؟ لازم نعرف يا أخي أمتى يصومون. والله الناس لو تسألها بالشارع الآن، الشوارع العربية، القاهرة، بغداد، دمشق، الخليج، هنا دول شمال أفريقيا، روح اسألهم كم يوم يصومون المسيحية، والله في ناس ما تعرف. كلهم شعنينة مباركة، والله في ناس ما تعرف يعني شعنينة. طيب يابا، وين حقوق المسيحية؟ وين أعيادهم؟ وين الإعلام والصحف والقنوات الرسمية العربية بهذا المواطن الشريف؟ ألا ينبغي أن نشيد بهذا المواطن المسالم السلمي المحب للجميع والشريف، ألا وهو المواطن المسيحي؟ شو هالظلم هذا لحق المسيحي؟ ظلم مو طبيعي. ظلمتوا حق المسيحي. مهضومين الحقوق في الشرق الأوسط، مسالمين رائعين جميلين. المواطن المسيحي حدا شريف. احنا لما نقول شعنينة مباركة، والله في 99% من الشعوب العربية ما يعرف شو يعني شعنينة مباركة، ويرفض، حكومة وشعب يرفضون معايدة المسيحي في عيده. طيب ليش؟ حقوق المسيحيين في الشرق الأوسط أين هي؟ أنا الآن أطالب بها؟ طبعا أطالب، طبعا أنوه وأسلط الضوء إلى هذه النقطة. أين حق المواطن المسيحي الشريف السلمي المسالم؟ أين هو؟ أين هو؟ أين حقوقه؟ ليش لما تصوم أنت وتعيد تنطبل الدنيا كلها بالدولة؟ طيب ليش لما يصوم هو ما نعرف ايمتى صام ولا كم يوم صام ولا كيف يصوم؟ أليس هذا ضعف من الإعلام، عدم اهتمام بالمسيحية؟ أين حقوق المسيحيين في الجرائد والصحف والإعلام والقنوات الرسمية، في أعيادهم، في صيامهم، في طقوسهم، في الشعنينة المباركة، في أعيادهم، في عيد الفصح، في كله؟ أين؟ ولأول مرة في سوريا، ما بعرف إذا سائر البلدان كمان، أنا أقول عن سوريا اليوم، لم تتم معايدة الأخوة المسيحيين في أعيادهم بعد 8 ديسمبر 2024، بعد ما استلم بني أمية. ما عايدوا المسيحيين. لماذا؟ لا أعرف. احنا نتساءل وتساءل أيضا عن حقوق المسيحي، وينها؟ وينها حقوق؟ أبسط الأشياء، مثلا المسيحي حتى لما يصير جنب الجامع، ساكن جنب الجامع، المسيحي للأمانة وصلتني كثير رسائل يقول لك يزعجني صوت الجامع. ليش؟ يقول لك أنا ماني مجبور أفيق الساعة 4 الصبح أنا ولدي وعيالي وأدفع ضرائب للدولة، وصوت الجامع يزعجني. يقول لي الصلاة خير من النوم بصوت عالي جدا، وهو البيوت جنب الجامع و1000 مسجد في كل مدينة، يعني وين أرحل؟ على المريخ؟ وين أصعد؟ على المريخ؟ يقول لك هذا الجعير يزعجني. جعير؟ طبعا ما هو من الدين. مثل ما الجحش والحصان تحول إلى سيارة، نفس الشيء. في تطبيقات بالتليفون تفيقك على الأذان، وفي التزام ذاتي مع ربك. تعرف أنه الأذان شيء سلبي. ليش؟ لأنه الأذان بدك مين يصحيك، هذا دليل أنك كسول. مثل ما تنام وتقول الواحد اقعدني مشان أروح على شغلي، كسل. لازم يكون معك انضباط. يعني
يعني انضباط ذاتي مع ربك يكون أفضل من أنه واحد يناديك ويصرخ، علميا وأخلاقيا ومنطقيا. والإله لا يحاب الجهلاء، يعني الله ما يحاب الجهلاء للأمان. فبالتالي انضبط ذاتيا. لو كان مساعدات إنسانية وتوزيع رز وبرغل وزيت الساعة 4 الصبح كنت رحت، أو ما نمت بالأحرى مشان تروح تستلم المساعدات. أما مشان تروح تصلي ما تروح، هلا واحد يأذن براسك. حتى السنة نفسهم ولا غيرهم ينزعجون من صوت الأذان العالي. ليش؟ ما هو عبادة، ما هو من العبادة، هذا مزعج. خلاص خليه انضباط ذاتي، خليه توقيت بالتليفون. الزمن تطور، ابلكيشن برامج موجودة بالتليفون تفيقك، يعني ما في داعي لكل هذا الصوت. هذا دافع ضرائب للدولة، يقول له والله مو عاجبك اطلع من البلد. شلون يطلع؟ هذا وطنه ودافع ضرائب. وين القانون الدولة؟ أما إذا قانون الدولة ديني مع طائفة معينة فهي مشكلتنا. طيب يقول لك هذا كفر برب راسي. حتى الشيعة السنة المسنين ينزعجون من الصوت، يقول لك عالي، صوته عالي. ليش؟ غلط، وفعلا غلط. في اغلب الدول الخليج، حتى احيانا السعوديه منها، خففت صوت الاذان داخل المسجد فقط يبقى، وهذا الصح قبلة المسلمين. مشان ما تقول لي تجي تكفرني انت، لانه شغلتك هاي التكفير شغلتكم. فبالتالي المسيحي وين يروح؟ فايق من الصبح هو وجهاله خطيه، الصلاه خير من النوم. طيب مالك انت، خلنا ننام. طيب يعاني وما له حقوق المسيحي ومهضومه حقوقه، واخر شيء تقول اطلع من البلد. هو اصل البلد اصلا سوريا شنو اصلها؟ اصلها مسيحي، اصلها ارامي سرياني مسيحيين، هم اصل البلاد هاي. هسه صاروا غرباء وما لهم حقوق وكذا، يا عيب الشوم. المشكله اجوا ناس تسلقوا على الحضارات وتصدروا المشهد، ناس ما لهم تاريخ. توقعت هالشيء.